في وصفات بتتنسي ووصفات تانية تدخل القلب وتسكن فيه على طول، وخصوصا ورق العنب اللي ليه مكانة خاصة لما يجي بقى كمان مع الكوارع ويتجمعوا الاتنين في طاجن واحد. أظن الموضوع أكبر من إنه طاجن بكتير. ده ورق عنب ومسقي بشوربة الكوارع ومستويين مع بعض على نار هادية، يعني طعمه وتسبيكة من الآخر. تعالوا نشوف عملنا طاجن ورق العنب بالكوارع ازاي، وزي ما انتم متعودين معايا ان شاء الله نتيجة مضمونة وكمان بأبسط طريقة. أنا هلا أبو بكر، يا ريت تدعموا الفيديو باللايك والشير، وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدأ على طول. مبدئيا كده عندي فردة الكارع مغسولة كويس جدا جدا ومتنضفة، طبعا نغسلها كويس جدا. في ناس بتستخدم محلول ملحي لغسلها، أنا مش شايفة إن هي محتاجة محلول ملحي، ولكن نغسلها كم مرة كده بالدقيق والملح والليمون وهتبقى زي الفل معانا. انا بستخدم على طول الحله البريستو في ان انا اسويها. بضيف ايه؟ بضيف لورا وحبهان وفلفل اسود وبصل كمان، كل ده صحيح زي ما انتم شايفينه كده. برفعه على النار مع الميه، اشيل الريم وبعد كده اغطي الحله بتاعتي واسيبها تستوي براحتها. في ناس مش متاح عندها البريستو فبتسوي في الحله العاديه، مفيش مشكله، بس خلي التسويه على جزئين. يعني ننزل الكوارع الاول في ميه بارده، واول ما تغلي نرمي الميه دي، وبعد كده نحط ميه تانية ونضيف المنكهات بتاعتنا ونسيبها تستوي براحتها. يلا بقى رفعنا الكوارع على النار، تعالوا نحضر كده خلطة المحشي البسيطة. مبدئيا كده محشي ورق العنب أو أي خلطة محشي عايزاها تطلع ممتازة نستخدم زيت، وزيت كتير، بس أهم حاجة طبعا زيت يكون نوع نضيف. بعد كده بنزل بالبصل المفروم. طبعا انت هتحددي كمية الزيت والبصل على حسب كمية الخلطة اللي انت عايز تعمليها وكمية المحشي اللي عندك طبعا. انا هنا مش بخلي البصل ياخد لون ولا حاجه، هقلب البصل بس كده يدبل، وبعد كده اكون مجهزه عصير الطماطم واضيفه على طول على البصل. مجرد بس ما البصل يدبل، لكن لا هيلون ولا هيغير لونه ولا اي حاجه. وزي ما قلت لكم الكميات دي ترجع بقى الكميه اللي هتعملوها انتوا في المحشي. هسيب الصلصه كده تتسبك، الطماطم يعني تتسبك مع البصل كويس. وانا بصراحه مش بحب اضيف ابدا للمحشي اي توابل خالص. انا هحط ملح وفلفل اسود بس، وبزود بس إضافة بسيطة جدا على ورق العنب. تمام. إنما في المحشي العادي مش بحط توابل، مش من الناس اللي بتحب تحط توابل أبدا. المحشي هو فلفل وملح وبس. يعني المتفق معايا في كده يقول لي، لأن أنا بحس إن التوابل بتغير طعم المحشي اللي اتربينا عليه. تمام. أهم حاجة بس إن الصلصة عندي تتسبك كويس قوي. في الوقت ده طبعا هكون مجهزة الرز وكمان الخضرة. الرز عندي بغسله مش بنقعه أبدا، هغسله كويس واصفيه كويس قوي وبعد كده اضيفه على الصلصه. لكن برضو انا شفت ناس بتنقع الرز ودي حاجه انا بستغربها بصراحه. انا بحب جدا في المحشي اي نوع محشي يكون كميه الخضره عندي كتيره. تمام. وكمان الرز هنستخدم بقى الرز طبعا على قد كميه الورق العنب اللي عندنا. انا هنا كنت مكتره الخلطه شويه لاني كنت هعمل كرنب يعني وورق عنب. دي الاضافه اللي انا بضيفها على ورق العنب، وهو النعناع الناشف المجفف يعني. بجيبه كده بفرمه ناعم جدا وبرشه على خلطه ورق العنب في الاخر خالص قبل ما احشي. ولكن انا شيلته على جنب دلوقتي لان زي ما قلت لكم كده الخلطه دي هقسمها عندي، لان هعمل نوعين من المحشي. وقت ما هاجي احشي ورق العنب هحط النعناع بتاعي عليه وبس كده. هقلب كويس قوي لحد ما تبقى بالشكل ده، وابتدي بقى احشي ورق العنب زي ما بحشي عادي جدا. انا ما حبيتش احشي معاكم، انا حشيه قبل كده في فيديو معاكم، ما حبيتش احشي عشان ما اطولش عليكم. حشينا ورق العنب ويلا بقى نرفعه على النار وهنشربه طبعا بشوربة الكوارع. هغطي يعني ما بين كده اخر صف ورق العنب بالشوربه، وهغطي عليه بطبق وبعد كده بالحله. انا دايما بحب ورق العنب يبقى طري مش ناشف، فبغطي بشربه شوربه محترمه يعني. خلاص. عايزه اقول لكم بقى طعمه كمان بيتحول ما شاء الله لما يتشرب بشوربه الكوارع، هو ومحشي الكرنب. ما جربتش اعمل اي حاجه غير محشي الكرنب وورق العنب بشوربه الكوارع، بس بصراحه الاتنين كانوا احلى من بعض. تعالوا بينا بقى قبل ما المحشي يستوي كده نحضر الكوارع بتاعتنا. معلقتين زيت على النار ومعاهم معلقتين سمنه، طبعا يفضل تكون بلدي مش موجوده يبقى اي سمنه عندك، وربنا يحسن دايما ما بين ايدينا جميعا. هنزل بقى بمعلقه كبيره من التوم المفروم وابتدي اشوح التوم كده مع السمنه والزيت لحد ما ابدا اشم ريحه التوم. انا مش عايزه التوم هنا يلون معايا، مع انه هو هنا كان بدأ ياخد معايا لون ولحقته يعني، ولكن انا مش عايزه التوم يلون معايا، هو بس يطلع ريحته. في الوقت ده طبعا الكوارع عندي كانت مستويه، سبتها تبرد وبدأت افصص منها كده شويه اللي هعمل بيهم الخلطه الحلوه دي. وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. احنا كده بنرتب الطاجن بتاعنا، خطوات الطاجن بتاعنا. عندي بقى حوالي 4 طماطميات كبار، يعني حوالي نص كيلو طماطم.
انا قطعته مكعبات صغيره وحطيته على التوم على طول. اول ما التوم بدا يطلع ريحته تقدروا تعملوهم عصير، بس الافضل كده قطع طماطم بتبقى شكلها احلى وبتدي طعم احلى كمان. كمان انا عندي ضفت معلقه كبيره من صلصه الطماطم. المكونات بقى او التوابل اللي عندي هتكون معلقه من الفلفل، وكمان معلقه من السبع بهارات والفلفل الاسود، ومش هحط توابل اكتر من كده برضو. ما تنسوش ان الكوارع دي هتتحط مع ورق العنب، وانا مش عايزه طعم ورق العنب يغير. عايزه برضو نكون بناكل حاجه ما تكونش متغيره يا جماعه عن ثقافه اكلنا. يعني ورق العنب وكوارع يعني هم اكلات مصريه 100%، فمش عايزين ندخل عليها توابل تانية تضيع الطعم. انا لقيت ناس بتحط دبس الرمان في ورق العنب وحاجات تانية، انا مش بحب اعمل كده بصراحة. انا بعصر على ورق العنب وهو بيستوي بس ليمون، اكتر من كده مش بعمل، وبحط النعناع. وما جربتش بصراحة اعمل حاجة تانية. هسيب الخلطة بتاعتي تتسبك على نار هادية كده لحد ما توصل للشكل الجميل ده. بعد كده هقسم الخلطة، اخد منها شوية كده على جنب. ممكن اخد شوية اكتر كمان واسيب الشوية الاصغر، يعني 3/4 كده اخدهم واسيب الربع في الطاسة اكمل بيه بقيه الوصفه. والباقيين دول خدتهم على جنب خلاص. كده هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. الكوارع بتاعتي اهيت بعد ما استوت، بحط لها طبعا الملح بتاعها، ولو هستخدمها في طاجن زي كده خلاص بحطها مع الطاجن واظبط الملح ومفيش اي مشاكل. هبتدي بقى اخدها اقلبها كده مع الخلطه الحلوه جدا دي. في الوقت ده هتشموا ريحه اللهم بارك حلوه جدا. لو حابين نزود رشه جوز الطيب او شويه فلفل اسود مفيش اي مشكله. هنقلب كويس لحد ما احس ان هي اندمجت مع الخلطه كده وبقت حاجه واحده. خلاص كده كل مكونات الطاجن عندي جاهزه. هطفي عليها وتعالوا بقى نشوف هنرتب الطاجن مع بعض ازاي. هجيب الطاجن اللي انا عايزه ابتدي ارص فيه ورق العنب، الحجم المناسب طبعا للكميه اللي عندي. ابتدي اديله دهنه من الزيت كده محترمه، وابتدي اجيب ورق العنب عندي وارصه في الطاجن. نخلي بالنا ورق العنب هنا مستوي، خلاص استوى، مش لسه ني هيستوي، لا هو مستوي. احنا بنعمل بس تركيبه كده ندخل الاتنين مع بعض كده يدونا طعم بقى في الاخر روعه. هبتدي ارص ورق العنب كده بالطريقه اللي تريحني طبعا في الطاجن. اهم حاجه ان انا هرص الطبقه اللي تحت كلها زي ما هتشوفوا معايا كده، املا الطاجن من تحت. بحاول اسرع في الصوره على قد ما اقدر علشان يعني ما تبقوش معايا وقت كبير. بعد ما خلصت كده الطبقه الاولى في الطاجن هبتدي بقى اخد شويه الطماطم اللي انا شلتهم على جنب بعد ما تسبكوا، وهفردهم بالشكل ده كده فوق ورق العنب. ايا كان بقى حجم الطاجن، كل طبقه وطبقه هنعمل طبقه بالصلصه او الطماطم، وطبقه فوقيها بالكوارع، وبعدين طبقه ورق عنب، وهكذا لحد ما اخلص الطاجن. يبقى في النص يبقى فيه كوارع وطماطم، وبعد كده اكمل تاني بورق العنب ارصه تاني فوقيه بالظبط زي ما عملت في الطبقه الاولى. واحنا متفقين طبعا ان ورق العنب مستوي وكمان الكوارع مستويه. في ناس ما بيحبوش الكوارع يا جماعه، مع ان هي من الاكلات الحلوه جدا يعني، وشغاله في كل اكلاتنا. يعني على الفته ما بتقولش لا على ورق العنب، في المحشي كله تمام. الناس اللي ما بتحبهاش بقى مش عارفه والله يعني. انا عن نفسي من الناس اللي بتحب الكوارع جدا جدا. ده غير فوائدها، يعني غير الفوائد بتاعتها، خلينا في طعمها. انا بحبها، كنت زمان مش بحبها، ولكن دلوقتي الحمد لله بحبها يعني. زي ما انتم شايفين كده رصيت الطبقه كلها وغطيت الكوارع اللي كانت موجوده عندي كلها بورق العنب. هبتدي بقى ادي ايه زي ما اتفقنا، طبقه من الطماطم. هنا بقى انا مش هحط طبقه من الكوارع، ليه؟ لان دي اخر طبقه عندي. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان الطبقه الاخيره هتكون مجرد من الحرف بس، مجرد سور كده انا بعمله من ورق العنب ل... للحته اللي في النص اللي هحط فيها الكوارع. هتشوفوا دلوقتي يعني انا هلف الطاجن كله بورق العنب كده داير ما يدور، وهسيب الحته اللي في النص دي لان هي دي اللي هنزل بيها بكميه الكوارع اللي عندي المتبقيه. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تعملوا الطاجن باي حجم انتوا عايزينه على حسب الحجم اللي عندكم لورق العنب يعني. وكميه الكوارع نزلت اهو في النص، يبقى انا عملت سور من على الحرف ونزلت بقى بالكميه كلها في النص. الفرن عندي سخن، هاخد الطاجن بتاعي الامور ده على الرف الوسطاني لمده نص ساعه، هيكون اتسبك مع بعضه وطالع زي الفل. وبقى مش عايزه اقول لكم يعني ممكن كمان تزودوها كده معلقه من كبشه من الشوربه بتاعه الكوارع، يعني في الاخر طعم لا يقاوم بجد. تسبيكه ممتازه يا جماعه. ورق العنب بقى وهو مستوي كده مكمل تسويته كمان، واخد من طعم الكوارع ذات نفسها مش الشوربه. حاجه روعه في منتهى الجمال بجد، هيعجبكم جدا، لازم تجربوه وتقولي رايكم ايه.
من الوصفات الحلوة جدا، ننفع نعملها كمان في فطار رمضان ان شاء الله، بما ان رمضان هيكون معانا في الشتاء، فتنفع جدا على الفطار. يعني هي بجد حاجة كده يعني نحب ناكلها في اي مكان واحنا ممتنين وفرحانين جدا. يا رب تكون عجبتكم، قولي رأيكم في الوصف، واكيد بعد المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ان شاء الله لازم تعجبكم. يعني لما يطلع صباع المحشي كده او صباع ورق العنب مع الكوارع دي حتة تانية خالص يعني. وصلنا لنهاية الفيديو. كالعادة لو شايفين المحتوى مفيد بالنسبة لكم، تعملوا الفيديو لايك وشير، واستنوني في وصفات تانية كتيرة جدا ان شاء الله لفطار رمضان. واقول لكم مع الف سلامة، كل سنة وانتم طيبين.